المطر مو مشكلة، المشكلة لما تشتغل فوق الحديد وانت مستعجل قبل اي شرارة. في خطوة الناس كتير بتتجاهلها: التنظيف. صدأ، وسخ، مي، دهان، اذا ضلوا هون الحام رح يفضحك. بهذا الطقس الغلط الصغير بصير ضعف كبير. التثبيت المؤقت مو حل، هو وعد انك راجع تكمل صح، وبس تخلص ومو تمشي المي عم تحاول تدخل والهواء رح يلعب بالنار. وابو إليانا واقف فوق الكونتينر وعم يتحدى الماء والهواء ومستمر بغلطه. تعرفوا ليش؟ بسبب الضغط يلي عم يتعرض له من لما يكون عم يضغط عليك ويخليك تخلص شغلك، شو ما كان الطقس، شو ما كان الجو، شو ما كان الوضع، انت رح تبلش تغلط ورح تصير شغلك غلط. يعني بدل ما تتم عملية الإصلاح انت حتعمل غلط جديد، والغلط الصغير رح يصير كبير. كله هاد بسبب الضغط. اي حداد بيكون متعرض لضغط او نفسيته متوترة رح يطلع الشغل مثل نفسيته، مثل الضغط، مثل الجو يلي عم يشتغل فيه. نداء لكل مين سمعني من رؤساء العمل: ترأفوا بموظفيكم، ترأفوا بعمالكم. اذا كان الجو برد، مطر، ريح، قل له وقف، قل له استنى، قل له ارتاح شوي، قل له اشرب لك كاسة شاي منشان يطلع شغلك صح. انت اللي بتكسب والزبون بيرتاح وبيرجع لعندك مبسوط. اما اذا ضغطت على العامل رح يطلع الشغل مثل ما بدك واحسن. رح يطلع شغل مرتب، رح يعجبك ورح يعجب الزبون ورح يعجب كل حدا بيشوفه. اذا كنت موظف لا تحرمني من دعمك بتعليق واشتراك بالقناة. واذا كنت رئيس عمال رجاء يا اخي ترأف بالعمال، ترأف بالموظفين. واذا كنت صاحب الشركة وبعيد عن مكان العمل، هذا الفيديو لك مشان تعرف شو بصير وراء الكواليس وسبب هروب العمال من العمل او التغيب على مع ابو إليانا. رح تكون على علم اول باول.